حبيت اعمل سلسلة لذيذة كده طوال شهر رمضان وسميتها ازاي تكون مليونير حسنات. النهاردة ان شاء الله اول فيديو، ويلا بينا. وما تنساش تصلي على النبي. تعالى يا صاحبي هقولك على حاجة ان شاء الله لو ربنا كرمنا بيها هتخلي الركعتين اللي بنصلوهم ب200 ألف ركعة، وهتخلي ال10 ركعات اللي بنصلوهم بمليون ركعة. ركز معايا عشان ما بتكلمش من دماغي، كل الكلام اللي بقوله لك ده معايا دليله. بس ما تنساش لما تعرف الحاجة ديت تدعي لنا وانت كده ان ربنا يرزقنا بيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي افضل من 1000 صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاة فيما سواه. من الاخر كده، كان عندك كام سنة لما عرفت ان ركعتين في المسجد الحرام تعادل 200,000 ركعة في أي مسجد تاني؟ عارف يعني إيه 200,000 ركعة؟ 200,000 ركعة يعني أكنك صليت 46 سنة نافلة. والنافلة هنا المقصود بيها اللي هو الركعتين اللي بنصلوهم بعد العشاء، والركعتين اللي بنصلوهم بعد المغرب، وقبل الظهر 4، وهكذا وهكذا وهكذا. أو شايف كل دول بقى لو بتعملهم كل يوم لمدة 46 سنة، ركعتين في المسجد الحرام تعادلهم كلهم. تعالى نحسبها بحسبة تانية. لو مثلا صليت 10 ركعات في المسجد الحرام، أجري هيكون إيه؟ احنا قلنا إن أنت لو صليت ركعتين في المسجد الحرام بتعادل 46 سنة نافلة. طب لو جيت حسبتها إن أنت لو صليت 10 ركعات في المسجد الحرام هيطلع لك 230 سنة نافلة. عارف يعني إيه؟ يعني أكنك صليت ما يقارب المليون ركعة. ده لو صليت 10 ركعات في المسجد الحرام بس. وصلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد الحرام والمسجد النبوي.